لا لا، قبل ما هو احنا هنعدي على الكلام ده ونسكت ليه؟ طيب. ارجع من فضلك تاني. حاضر. هو احنا بنقول الكلام ده لحضراتكم ليه جميعا؟ اذا كنا احنا بنتكلم على كهرباء اشارات فقط، ورفع كفاءة خطوط، غير ان احنا نشتري جرارات وعربيات للخط. هو دخل السكة الحديد كام في السنة؟ احنا حضرتك داخل السكه الحديد، زي ما حضرتك يعني حاجتين: قطاع مسافات طويله وقطاع كام يا مسافات فندم دخلك بغض؟ انا بشغل بكذا، تشغيلي بيكلفني كذا، ومواردي كذا. قول لو سمحت. هو فرق فظيع يا فندم ما لا بين من الايراد فضلك، والتشغيل. لا لازم نقول للناس. التشغيل حوالي 4 مليار او 5 مليار، والايرادات لا تتجاوز 2 مليار. انا بقول الكلام ده لينا ليه؟ كلام دايما، كلام انا هتلاقوه دايما مش مريح كده، بس دي الحقيقة، ودي اللي خلتنا دايما مستوانا كده، ان الحقائق ما بنواجههاش كما ينبغي. تقول لي انا هصرف 10 مليار عشان اكهرب واعمل ميكنه. ال10 مليار دول لو انا حطيتهم في البنك لو خدت عليهم فايده 10% يعني مليار جنيه، ولو بالوضع الجديد اللي موجود دلوقتي بسعر الفايده يبقى 2 مليار جنيه. لما مرفق عايز له اكتر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءته وشبكات، انت هو بيتكلم على الصعيد فقط، الصعيد وبقيه وجه بحري والجرارات طب الكلام ده احنا هنسده منين؟ هندفع اللي احنا جايبينه قرض من كوريا وقرض من فرنسا وقرض من هنا ومن هنا، هندفعه منين؟ الدولة ما تقدرش تدفعه. وانا عايز اقول لكم ان ودي كانت مشكلة. انا هتكلم على الوقت اللي انا فيه بس، ان كل واحد فينا بيتكلم ما بيقولش الحاجة دي بتتكلف كام وهنجيبها منين، ونسيب الناس تتفرج علينا. ولما نيجي نقول له انا هزود عليك التذكرة جنيه يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. يقول لك انا مش قادر، طب ما انا كمان غلبان مش قادر. اعمل لك سكة حديد آمنة ونبني بلدنا ونطلع قدام، ولا هنفضل في مكاننا كده خايفين من بعض؟ عايزين البلد تتصلح وتطلع تبقى دولة ومواطنيها يحسوا بان احنا بنعمل تنمية حقيقية وبنهتم بيه بجد، ولا هنفضل ما احنا ممكن نسيب الكلام ده كله وكل شوية يبقى في حادثة وناس تموت وخدمة تبقى مش مظبوطة؟ انتوا عايزين انهي واحدة فيهم؟ احنا عايزين انهي واحدة فيهم؟ انا بجري على ده واقول واشرح، وبشرح كتير ليه؟ عشان نبقى كلنا عارفين الحكاية ايه. حكايتنا اهي من والله العظيم انا صادق معاكم في كل كلمة بقولها، ودماغي مع زمايلي في كل حاجة من اللي بتتعمل ديت. ده مش جديد عليا، انما الجديد اللي انا بقوله لزمايلي من فضلكم قولوا للناس، اشرحوا للناس، واربطوا الموضوع ببعضه. لما تيجي حضرتك تقول انا هعمل وهعمل وهعمل، طب ده كويس، ها منين بقى؟ لازم اقول لك منين، ولازم اقول لك تعالى معايا. مفيش حد النهارده من غير ما حد يعني يتألم من كلامي. مفيش خدمات في العالم بالتكلفة اللي احنا بنعملها دي. مفيش خدمات ومفيش اسعار في العالم بالتكلفة دي. هنبتدي بقى الدايرة تتقفل علينا، نعمل الخدمة ولا ناخد تمنها، ولا ما نعملش ونسيبها وتفضل تنهار مرافق الدولة مرفق ورا مرفق ورا مرفق. لا، احنا لازم نقول ونشرح. الميكنة والكهرباء اللي بتتعمل في الخطوط ورفع كفاءة الشبكة الهدف منها امان وتنمية، عشان اقدر النهاردة اتحرك مظبوط على الشبكة ديت لازم اعمل الشغل ده. احنا لسه كنا بنتكلم في مكانتين يجيبهم يرفع معدلات احلال الخطوط او انشاء خطوط جديدة لضعف الكمية الموجودة في
فبيقول لي قلت له المكنه بكام ساعتها؟ قلت له ما تجيبوا مكانتين منهم. قال لي نجيب مكنه. قلت له ما تجيبوا مكانتين خلينا نخلص من الموضوع. احنا بنجيب ليه؟ ارجو ان انا وانا بكلم الكلام ده لكل المصريين يعرفوا ان بناء الامم وبناء الدول اللي تاخد مكانها على الارض ليس بالامر اليسير، ليس بالامر اليسير، في جهد وفي معاناه وفي حرمان عشان يتعمل. غير كده يبقى انا هضحك عليكم، يبقى انا يمكن يكون في حد تاني يقدر يعمل حاجه تانيه بشكل تاني، لكن هو ده الحقيقه. الحقيقه كده في الطرق والسكه الحديد والمواني والمطارات والزراعه والصناعه والتعليم والصحه. عايزين نبني بلدنا وتبقى بلد حقيقيه، ولا لازم هنتحمل؟ لازم هنتحمل، لان احنا لن نقبل ان احنا يبقى مستوانا كده ولا ادائنا يبقى كده. لازم ننهض ببلدنا ونقوم بيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى هنقوم بيها. شكرا.